الزمالك والأهلي في ورطة بسبب السوبر المصري الغالي، وهاقول لك هو دلوقتي ليه غالي، بس ركّز معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين عشاق الساحرة المستديرة، أهلًا بيكم في أولى حلقات استوديو الكابتن. خلّينا نتكلم عن الحدث المهم دلوقتي وهو السوبر ونهائي السوبر. طيب ليه الأهلي والزمالك في ورطة؟ الأهلي والزمالك في ورطة بسبب بداية الأهلي وبسبب بداية الزمالك. طيب عشان نعرف الورطة دي تعالَ نرجّع الشريط من أوله، يعني إيه؟ يعني نبُص على بداية الأهلي كانت عاملة إزاي، وبداية الزمالك كانت عاملة إزاي. بداية الأهلي والزمالك الاتنين كانت عكس المتوقع تمامًا بالنسبة لوضع كل واحد فيهم. يعني الأهلي بدأ الموسم تقريبًا أسوأ بداية في تاريخ النادي الأهلي. الزمالك بدأ الموسم على عكس المتوقع برضه إن هو ما كانش منتظر منه إن هو يحقق بطولة، أو ما كانش منتظر منه إن هو يحقق حاجة قوية، لإن في مشروع بيتبني والكلام ده، بس الزمالك بدأ بداية قوية، فلذلك هي عكس المتوقع بالنسبة للأهلي، وعكس المتوقع بالنسبة للزمالك. في التوقيت ده تحديدًا الأهلي والزمالك يهمهم جدًا إن هم يفوزوا بالسوبر. الأهلي هيثبت طبعًا إن هو الأهلي هيفضل أهلي، والزمالك هيثبت إن رغم الظروف ورغم الإمكانيات ورغم اللي بيحصل في النادي حاليًا، إلا إنه قادر إن هو ينافس وقادر إن هو يكسب، زي ما حصل في ماتش بيراميدز. اللي حصل في ماتش بيراميدز حاجة بتأكد إن الزمالك مهما مرّت عليه أي ظرف من الظروف ومهما كان في مشاكل، الزمالك بيخش يا جماعة أي بطولة هو منافس ليها، يعني لازم يبقى الزمالك يخش أي بطولة برغم أي ظرف هو موجود فيه. فبالتالي الأهلي والزمالك البطولة دي عندهم غالية جدًا ومهمة جدًا، وفي توقيت مهم جدًا قبل التوقف وقبل البطولات الإفريقية اللي هم يعني هيخشوا فيها إن شاء الله، ولكن في التوقيت ده هي بطولة غالية جدًا. فلذلك الأهلي والزمالك في ورطة بسبب مين يكسب السوبر، واللي هيخسر السوبر إيه عواقب إن هو خسر السوبر. بالنسبة للنادي الأهلي تقريبًا ما فيش أعذار ممكن تتقال بالنسبة للنادي الأهلي. يعني النادي الأهلي عنده نجوم، النادي الأهلي فيه استقرار، النادي الأهلي مع مدرب عالمي، فما فيش أعذار ممكن تتقال في حالة الخسارة من الزمالك. ولكن الزمالك طبعًا فيه مليون سبب وفيه مليون عذر ممكن يتقالوا في حالة الخسارة. ولكن خلّينا متفقين إن الأهلي والزمالك حاليًا في ورطة بسبب السوبر. الفرقتين مركّزين جدًا، الفرقتين عايزين يكسبوا. الفرقة اللي هتخسر زي ما قُلنا هيأثّر كتير جدًا على الموسم، خاصةً إن إحنا البطولة يُعتبر في بداية الموسم. اللي هيخسر البطولة هتأثّر عليه جامد في الفترة ديّة. الفرقتين بيحاولوا إن هم يبعدوا عن الحتّة دي ويبعدوا عن المشاكل ويحققوا الاستقرار داخل النادي عن طريق الفوز ببطولة السوبر المصري. لذلك البطولة دي غالية جدًا عند الفرقتين. طيب تعالوا نتكلم على حاجة مهمة، هي الأنظار كلّها متجهة على نجم الزمالك خوان بيزيرا. في كلام كتير طبعًا بيتقال إن خوان بيزيرا هيلعب، خوان بيزيرا مش هيلعب، لسه مصاب، الجهاز الطبي بيقول لأ، أحمد عبد الرؤوف ممكن ينزّله في الشوط التاني أو لأ. يعني بُصّوا خلّينا نلخّص الموضوع. خوان بيزيرا بالنسبة له هو كلاعب، هو طبعًا نِفْسه يشارك بطولة مهمة، وهو عايز الزمالك لو كسب البطولة دي يكون هو مشارك فيها ويكون مؤثّر فيها، دي حاجة. الحاجة التانية الجهاز الطبي لنادي الزمالك، الجهاز الطبي يعني بنسبة تتخطى ال90% إخوان بزيرة جاهز، ولكن أحمد عبد الرؤوف عايز ال100% ومش عايز يخاطر باللاعب. لذلك الاحتمال الأقرب إن إخوان بزيرة يكون برّه قايمة نادي الزمالك في السوبر المحلي في النهائي. وأقصى حاجة، أقصى حاجة خالص ممكن يعملها أحمد عبد الرؤوف إن هو يدفع بإخوان بزيرة على دكة البدلاء ويكون كارت يلعب بيه في الشوط التاني
أو ما يخاطرش بيه، ده أقصى حاجة، ولكن الأقرب إن خوان بيزيرا مش هيلعب أو مش هيكون موجود في القايمة، بسبب إن أحمد عبد الرؤوف مش مقتنع بجاهزية خوان، بناءً على كلام الجهاز الطبي طبعًا. الجهاز الطبي ما أكدش بنسبة 100% إن خوان بيزيرا جاهز للقاء. طيب، حاجة كمان طبعًا، امبارح تم الإعلان عن حكام السوبر بالنسبة لماتش بيراميدز أو سيراميكا، تحديد المركز الثالث والرابع، أو بالنسبة لمباراة الزمالك والأهلي الفاينل. مباراة السيراميكا وبيراميدز هيكون الحكام إماراتيين، لذلك هم أجانب، ومباراة الزمالك والأهلي في النهائي هيكونوا حكام من تركيا. لذلك حكام الجولة الأخيرة من السوبر المصري حكام أجانب خالص. طيب، حاجة كمان النهارده حصلت، كابتن سيد عبد الحفيظ كان في تدريب النادي الأهلي، دخل التدريب النهارده واجتمع مع الكابتن وليد، واتطمن على حالة اللعيبة واتطمن على تركيزهم، وبدأ إن هو يشدد على لازم اللعيبة تكون مركزة، ولازم اللعيبة آه، تبذل أقصى جهد عندها عشان خاطر أهمية البطولة. آه، كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ما حدش يقدر يختلف عن دوره مهم جدا في النادي الأهلي، ووجوده بيدي دفعة نفسية ومعنوية للعيبة والجهاز الإداري كله. طبعًا كابتن سيد عارف إن البطولة مهمة وفي وقت حساس جدًا، فكان حريص إن هو يكون متواجد النهارده في التدريبات. آمم، أخيرًا عندنا مكافآت السوبر. مكافآت السوبر الأهلي ما أعلنش إن في مكافأة خاصة للسوبر، ولكن الزمالك أعلن إن في مكافآت خاصة للفوز بالسوبر. واحد يقول لي طب هو الزمالك أصلًا يعني معاه فلوس منين إن هو يفُك القيد اللي عليه، أو يدّي مستحقات اللعيبة، أو يشوف الصفقات الجديدة، أو يعمل إيه. بس الخبر الأكيد إن رجال أعمال زملكاوية هم اللي ادّوا الضوء الأخضر لمجلس الإدارة إن هيكون في مكافآت. لم يتم الإعلان عن الأرقام خالص، ما فيش كلام عن الأرقام، ولكن تم الإعلان عن وجود مكافآت خاصة في حالة الفوز بالسوبر المصري يوم الأحد القادم. طيب، إحنا كده وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى إن هي تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى من حضراتكم تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. مفاجأة الحلقة النهارده إن هاختار 3 من الناس اللي عاملة لايك وسبسكرايب وكومنت على الفيديو دوت، وهيكون ليهم مكافأة خاصة بمناسبة إن إحنا أول حلقة لاستوديو الكابتن. بس كده، انتظرونا في حلقة جديدة وأشوفكم على خير.